خلاف الاراء، انا مش عارف المشكله ايه. انا شخصيا بقول في حقوق تخضع لمزايدات، محدش ليه قادر يتكلم في كاس مصر. انت عملت مزايده. فما تيجي تتكلم تقول له والله انا عامل مزايده. افتح بقك. طب انا عندي وكاله ثالثه كانت دافعه 18 مليون جنيه، فبجيب الراجل يقول وجهه نظره ويزعلوا جدا. الراجل بيقول وجهه نظره، ايه اللي مزعلك؟ انت خدت ب 12 مليون 350. بيجي الراجل يقول لك انا دفعت 18 مليون جنيه وانتوا ما رضيتوش، وادي خطاب الضمان بتاعي، وادي خطاب ان انا اول ما ترسى عليا المزايده هدفع لك ال 18 مليون جنيه. هل ده امر يزعل برزنتيشن في حاجه؟ لما انا اقول لك انت عندك ماتشات دوليه، اقول لك يا عم حطها في مزايده لكل القنوات وخدها انت. بس المهم اتحاد بلدنا ياخد فلوس. انا مش عارف ايه الغلط اللي انا غلطت لحد دلوقتي وانا بكلمك، اقسم بالله ما عارف ايه الغلط. ايه المشكله اللي انا اثرتها او اللي انا فجرتها؟ انا بقول في مباريات للمنتخب الوطني، بقول لكم يا جماعه اعملوا عليها مزايدات لانه الاتحاد الافريقي تنازل عن هذه الحقوق ليك. حلو جدا، اعمل مزايده. ما عملش مزايده ليه؟ او اشرح لي. عارف انا لما عملت القضيه دي كلها طلع واحد قاعد يشتم فيها ساعه، ماشي، وشتم وقل ادبه وتطاول وخد ساعه وشويه. طب رد بقى. زميل ليك؟ يعني اعلامي رياضي قعد ساعه بسك عليه، واخد بال حضرتك؟ قعد بسك عليه ساعه وشويه. بس كابتن شوبير انت ساعات برضو بتعمل كده خالص. هات لي حاجه زمان وانا صغير. لا زمان والله وانا صغير. دي اغنيه دي والله زمان وانا صغير. لا عايز اقول يعني ساعات بيبقى عندك، مش عايز اقول شتيمه، معارك مع ناس. انا عندي قضايا. مش هطلع النهارده بسك عليه، ما ينفعش. النهارده كل شويه بسك عليه ما ينفعش. والصبح بدله والظهر بدله والعصر بدله، ما تقول لي ناويين على ايه كده؟ ما ينفعش. لازم يكون في مبدا كده وقضيه محدده وراي انت بتتكلم فيه. ده امر مهم جدا عشان لا تفقد مصداقيتك امام الناس. انا قلت يا جماعه ما فيش مزايده ليه؟ قولوا لانه كذا كذا، فانا ارد عليك. لكن انت ما بتردش، انت كل ما في الامر مجرد شتيمه ومجرد هجوم ومجرد تطاول. ليه برضه؟ انا مش عارف. يا اخي قول لي انت غلطان يا احمد في 1 2 3 4 وما كانش عندك حق. قام جاي طلع تاني يوم يا جماعه انا جالي رد 1 2 3، انا اسف، انا بعتذر، لم اكن على حق. خلصت الحكايه. وانا اكتر واحد على فكره. انت ما عندكش مانع ان يبقى في رفض لفكرتك طبعا، بس الطريقه بتاعت الرفض طبعا عايزها تبقى طريقه بروفيشنال او مهنيه طبعا، يبقى عن طريق مثلا وانت كمان كوكاله يا سيدي قول لي لكن وانتظرنا طويلا. طب الله لا يقدر، الله لا يقدر، الله لا يقدر. كنا خسرنا الماتش غانا، كنت هتعمل بيان؟ يا اخي ده احنا كنا عاملين بنعمل كده قبل ماتش غانا، لان مصر كلها احنا ده انا عملت حاجه اسمها اسبوع غانا على قناه صدى البلد وبلا لقطات. وربنا كرمنا وطلعنا رقم 1 بفضل الله سبحانه وتعالى في التغطيه بتاعت المباراه ما عدا يوم المباراه. يا راجل ده انا رايح جايب فيليكس من غانا عشان انا مرتب نفسي من شهر، جايبه بقالي شهر متفق مع الولد والمراسلات موجوده الحمد لله بقت كلها موثقه دلوقتي. ويطلع شتيمه وتطاول وهجوم ليه؟ يقول لك الحراميه واللي سرقوا. طب يا عم بس مجرد قول لي بس ابعت لي رسالتك مع فيليكس الاولانيه كانت امتى؟ فنبعت الرساله ونوصل الدنيا ونطلع ده على الهوا، والناس لما تشوف ده يوم جاي مدين ظهرهم ولا كانك قلت حاجه. ليه هذا الاسلوب الغريب جدا؟ وليه احنا كزملاء وصلنا للمرحله دي؟ انا بقول لك زمان كنت صغير فما كانش في خبره طبيعي، وكنت سهل انك انت يعني تسخن اكتر. طبيعي. انا كنت لسه طالع من الملعب. انا بقالي 21 سنه دلوقتي في الاعلام الرياضي. انا الحمد لله من سنه 96 بفضل الله سبحانه وتعالى. بدات مراسل صغير، معلق صغير، وكبرت وافضل اقول لاولاد زملاتي لهم المراسل ده افضل حاجه في الدنيا، والمعد ده انا كنت معد ومراسل، وانا اللي منتج الموضوع بايدي، وانا اللي بعته بايدي، وانا اللي اعمل الفيديو وكل حاجه من اوله لاخره. فواخدها يعني بدات الموضوع طبعًا. بدات السلم من تحت خالص كاعلامي. بص يا استاذ، انا من 10 سنين انا ماسك الاذاعه المدرسيه. انا من 10 سنين بعمل مجله الحائط في مدرسه الانباب الابتدائيه. انا من 12 سنه انا اللي بعمل الاعلام كله في مدرسه الجمعيه الاعداديه. انا من سن 15 سنه طبعا انا في مدرسه الرفعي انا اللي ماسك الاعلام كله من اوله لاخره. وانا كنت بقلد المعلقين والمذيعين، كل ده انا اللي كنت بعملهم فضل. فانا الموهبه الاعلاميه موجوده عندي من زمان. انا عندي حوار في جريده الكره والملاعب سنه 84 هتشتغل ايه لما تبطل؟ لسه ببدا كوره. قلت له اعلامي وانت لسه بتبدا. بقول لك سنه 84 الكارير بتاع انا اول مباراه بلعبها 16/5/1984 اول مباراه رسميه انا في النادي الاهلي من 77. فدي قصتي انا حاببها من زمان. دوري من زمان بحبه. اكيد بغلط واكيد بتكعبل على وشي واكيد بغلط في ناس وانا مش قصدي ده كل ده موجود على فكره. طب كابتن شوبير انا ماشي معاك واحده واحده. وحضرتك يعني عندك يعني ايه الجرأة انك تقول يا جماعه والمرونه انك انت تقول والله يا جماعه انا كنت فعلا بسخن وانا صغير، انا ما كانش لسه عندي خبره، انا دلوقتي ما بعملش. يعني خلي بالك ان احنا ما عندناش ناس كتير
بتتعامل بهذا المنطق. في ناس بتبقى يعني ايه فوق مساله فضيله الاعتراف بالخطا. ده اجمل حاجه الاعتراف فده شيء جميل جدا. ولذلك هقول لك حاجه صغيره، انت ما كنتش صغير لما عملت الازمه بتاعه الطيب مع وائل الابراشي، الزميل طبعا العزيز وائل الابراشي حبيبي، بس الناس ساعتها زعلت انك انت بعد ما وصلت الى هذه المرحله من النضج استثرت وعملت تصرف على الهواء كان غير مقبول. فتبريرك للموضوع ده ايه؟ تاني يوم طلعت على الهواء في صدى البلد واعتذرت للمشاهدين. تاني يوم على طول؟ امال ايه؟ طبعا اعتذرت المشاهد. يعني ايه اللي خلاك تعمل كده؟ لان غلطت والله. طبعا. واعترفت؟ طبعا غلطت على الهواء. يعني طلعت للمشاهدين قلت لهم انا بعتذر والله. امال ايه؟ طبعا ده موجود على الهواء طبعا. طيب بص يا معتز، الصح صح والغلط غلط. صحيح. سيبك من ان هو بيثير فتنه، سيبك ان هو بيدعو للاخوان، سيبك ان هو جاي يولع الدنيا في بعضها ما بين اهلي وزمالك، سيبك ان هو تكلم على العرض وتكلم على الزوجه وتكلم على الابناء، سيبك ان هو اتكلم على رابعه وتكلم على الاخوان وتكلم على قطر، من ذا الذي لا يحب قطر. كل ده موجود، ده خلاص سلوكيات شخصيه البلد تاخد حقها منه. لكن انا بس مش عايز اوصفه بان هو اخوان لانه مش موجود وممكن يبقى له حق يدخل معاك بكره، ما فيش مشكله خالص. يعني. ما عنديش مشكله لا انا بكلمك من خلال تسجيلات موجوده. يعني انا والله العظيم ما بهاجمه. ما هو لو في شيء ضده كان زمان في اجراءات اتخذت ضده. اقسم بالله ما بهاجمه، والله العظيم ما بهاجمه. ولما انا قلت انا عملت معاه كذا وكذا وكذا، قسما بالله لم اكن اكذب في اي شيء على الاطلاق. والناس عارفه ان انا صادق. طب امال ندمت على ايه؟ ان انا قمت واتخانقت، ما ينفعش على الهوا. هي دي بس. طبعا انما انت ما ندمتش على انك مش بره بقى. بره بقى اعمل انك بقى. عملت معاه اي حاجه بره. ده راجل اتكلم على زوجتي واتكلم على اولادي، وراجل بيثير فتنه في المجتمع. ده موضوع محسوم بالنسبه لي تمام. يا اخي بعدها بكام يوم بيروح بيذيع مباراه كره خماسيه في الكويت. في المباراه في الكويت ايه علاقه ده بقطر؟ من ذا الذي لا يحب قطر؟ قطر المحبوبه، قطر الجميله، ايه علاقه ده بده؟ ايه هذا الاستفزاز للمصريين في الوقت الصعب ده؟ وفي الاخر على فكره بقى ساعه خلافي مع الوكاله يقول لك شوبير راح يمضي عقد مع مش عارف مين سبورت عشان يروح يذيع لها بطوله الامم الافريقيه ويحلل لها. طب فين؟ فعلا دي اشاعه طلعت. يا راجل حرام عليك يا راجل. مع يا راجل العبد الله اللي قاعد قدامك ده جاله اعلى عقد في تاريخ بالنسبه، اعلى عقد قبل ان تتحول، اعلى عقد. طب ما تكلمني عنه. اعلى رقم والله العظيم. ما اعرفش الموضوع. عملنا مباراه، كان الزميل الفاضل الاستاذ رضوان الزياتي وكيل لجنه الشباب بمجلس الشعب الان، الناقد الرياضي رئيس قسم الرياضي السابق بالاهرام، كان رئيس رابطه النقاد الرياضيين. فكان حادث منفلوط، وكان ساعتها لسه حادثه الالتراس لسه سخنه شويه لاولادنا اللي ماتوا هناك. ف ولنا هناك صديق عزيز جدا اسمه استاذ محمد المالكي، شخصيه محترمه جدا الحقيقه، هناك هو ماسك رابطه الاعلام هناك. فاتفقنا ان احنا نعمل مباراه لمنتخب مصر، اتفقنا مع المسؤولين في منتخب اتحاد الكوره نعمل مباراه لمنتخب مصر يؤول دخلها الى ضحايا منفلوط، شوف الهدف الانساني، والى ضحايا الالتراس. ربنا كرمنا، عملنا مباراه جابت $500,000. كويس قوي. الرقم ده بعتناه لوزاره الشباب والرياضه، فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل المولى عز وجل، اتوزع بالتساوي على اسر منفلوط بالكامل وعلى اسر التراس. وانا يعني فضلت متابع هذا الامر. لما كنا موجودين هناك والمباراه دي انا طلعت حللتها بنفسي، المره الوحيده اللي ظهرت فيها على فكره كمحلل، لانه الهدف الانساني كله، وانا بحب قوي ايمن جاده، ده من الشخصيات المحترمه جدا. بعد ما خلصنا استدعوني المسؤولين هناك، اللي هو المذيع ايمن جاده السوري اعتقد، مش كده؟ راجل محترم جدا يعني. بعدها استدعوني المسؤولين هناك. كابتن احمد احنا نرغب في التعاقد معك. فقلت لهم والله ما بطلعش بره مصر. طب اسمع عقدنا واسمع عرضنا. الكلام ده تقريبا 2012 يعني. لما يجي لك فوق ال 22 الف دولار في الوقت ده اعتقد رقم محترم يعني. وايه اللي خلاك ترفض؟ انا ما بعرفش اطلع بره مصر. انا بعرف اطلع يعني. هل كابتن شوبير اعذرني في السؤال، هل حضرتك بتنظر للجماعه اللي هم كباتن مصر زي حازم امام وميدو وابو تريكه؟ لا خالص. والناس اللي بتشترك في التحليل الرياضي في الدوحه، لا خالص. وبتروح معاهم الدولات الاوروبيه ما لم يسيء الى بلده، يعني هل ده ما لم يسيء الى بلده ابدا هو حر خالص، ما لم يسيء الى مصر. لانك انت اتكلمت على احمد طيبي، قلت ان هو قطر ومش قطر، ما هو يعني. هو الراجل طول عمره انا ما بتكلمش على هناك زي ما في مصريين كتير قوي بتكلمش على اقامته هناك يا معتز. فرق. انا ما بتكلمش، انا بتكلم على اللي بيقوله هو بيعلق.
انا كنت ناوي في الموضوع ده، بس انا بقول عشان بس تبقى الرؤيه واضحه للناس يعني. انا بتكلم على اللي بيقوله هو بيعلق، والكلام ده على فكره وصل للناس كلها. لكن اذا كان ميدو بيشتغل، اذا كان حازم، طبعا حازم امام مشهور للاسف الشديد بشكل مش لطيف من هناك يعني. لكنه ده ما يفرقش. انا ما اعرفش ايه السبب، ولا انا كمان مش مهم. كلام حازم قيمه وحد بس محترم، طول عمره الراجل بيشارك في تحديد بالذات الدوري الايطالي، واستمتع بحازم لانه هو كان خبرته كمان في النادي الاودينيزي طبعا، كان لاعب بعد كده في جرافشا في الدوري الهولندي ونجم مين منتخب يختلف مصر على حازم. وانا شخصيا على فكره كل انتخابات انا اللي جبت حازم انتخابات اتحاد الكوره، وانا اللي صممت انه يبقى موجود، وانا اللي وقفت وراه في انتخابات نادي الزمالك، لان حازم بالنسبه لي قيمه، وبالنسبه لي ميدو، وبالنسبه لي ابو تريكه، وبالنسبه لي وائل جمعه، ميدو في الدوري الانجليزي كمان، محمد علي دلوقتي كلهم يعني يعتبروا خسروا ميدو. كل واحد لا، ما ميدو راجع لهم تاني. كل واحد وليه اسلوب وحياته. انا بحب انا مثلا اشتغل مع اوربت من القاهره، اشتغل مع MBC من القاهره، ممكن اخد رحله هناك اسبوع 15 يوم 10 ايام. اشتغلت مع اوربت، اشتغلت مع MBC. كنت سعيد جدا جدا، وعلقت MBC على كاس العالم سنه 98 على فكره هناك، والتقينا قبل كده في لندن بفضل الله سبحانه وتعالى. فاللي عايز اقوله لك انه ده وارد، انه بس انا شخصيا بحب هنا، انا شايف ملعبي هو ده. بس ما عندكش موقف بتدين فيه الاعلامي او نجم الرياضه اللي هو امتهن مهنه التحليل الرياضي بره مصر؟ لا لا لا، ايا كان بقى. لا محطه قطريه او مش قطريه، هو بيطلع بيسيء لبلدنا ولا بيخدم بلدنا بس. لكن انا واحد ما يحلل، ما يشتغل، ده اكل عيش ورزق، ويروح يشتغل طالما بعيدا، طالما ما لم يضر فهو حر، ده مبدئي خالص يعني، ما عنديش مشكله خالص، هو حر يشتغل هنا، ينجح هنا، ما ينجحش هنا، يتحرك من القناه دي للقناه دي، الحقوق كلها موجوده هناك. بس ادي نقطه مهمه جدا في هذا الامر. بعد كده جينا بطوله الافريقيه لم تخن الذاكره 2013 يعني، انا بس التاريخ دايما بتبقى ملخبطه عندي. فبعتوا لي قالوا لي جورج وايا واحمد شوبير بس اللي هيعملوا البطوله دي، وهتيجي يا كابتن البطوله $35,000. اعتذرت. انا ما بحبش اطلع بطل على فكره. انا بقول لك، انا الاخوه والزملاء اللي بيشتغلوا هناك يشتغلوا، مش عايز اطلع نفسي بطل وعظيم، وما قلتش الكلام ده اول مره بقوله على فكره. ما احبش ان انا اقوله، لكنه هذا حدث، اقسم بالله العظيم كل كلمه بقولها لك حقيقه. تمام، ما تفرقش. يعني ايه المشكله بقى؟ تيجي انت بقى بتتخانق معايا، تيجي تقول اصل التذاكر مش هنوديها اتحاد الكوره عشان اللي حصل 2006. ما انت عارف مين اللي كان بيبيع تذاكر في السوق السوداء 2006. انت عارف كويس قوي مين اللي كان بيبيع من داخل اتحاد الكوره تذاكر في السوق السوداء. ربنا يشفيهم ويعافيهم كلهم. ما عيب الكلام ده، عيب ان انت تلقى عليا. بص يا معتز، انا لا املك في هذا الوسط الا شرفي. عشان كده الا شرف طبعا. عشان كده ما حدش دايما اقول لهم كده، شرفي اللي هو فلوسي، اللي هو مالي، اللي هو عرضي، اللي هو سمعتي كده. فتلاقي الناس تقول لك ده بتاع مشاكل، ده مقرف، ده منافق، ده وصولي، ولا يفرق معايا. لما تيجي تتكلم على ناحيه الشرف، لما تيجي تتكلم على ناحيه الامانه، لما تتكلم على ناحيه العرض، اوعى تتكلم على ذمتي، اوعى تتكلم على عرضي. ده بالنسبه لي مقفول بنسبه 100%. دي النقاط بقى انا بفقد صوابي فيها يعني. ساعتها ممكن تلاقيني بقيت بني ادم تاني خالص، اتجننت بقيت حاجه تانيه خالص. دي امور ما تزعلش في حاجه، دي امور ما تضايقش حد في حاجه خالص. لكن تيجي انت النهارده يا اخي، طب احنا مختلفين في حاجه، انا بقول لك رد على اللي انا قلته. ايه الكلام الفارغ اللي انت بعدين على مواقع انا بحترمها وبقدرها، ما جيتش ناحيتها. ما قلتش كلمه غلط عليها. وايه كانوا مسميني يقول لك احمد شوبير هو العراب بتاع الموقع ده. انت اللي تعمل الحمله ليه؟ بأمارة ايه؟ مواقع معينه، موقع معين بدون ذكر اسماء، موقع من غير ذكر اسماء بيتبنى حمله طبعا للتشهير بكابتن شوبير. طبعا كان يعني موقف عجيب جدا وغريب جدا، على اساس ان هو يعني يتبع جهه معاديه ليك. يتبع او لا يتبع، هم لهم مصالح او لهم علاقات، وحتى لو لهم علاقات ولهم رعايات برضه هم احرار، ده بيزنس مفيش فيه مشاكل خالص، والسوق ماشي كده. لكن انت وانت كرئيس تحرير عارف كويس قوي، او كرئيس مجلس اداره عارف قوي البني ادم اللي انت بتتكلم عليه ده واخلاقياته، وتسمح بده، كان لازم تحيد نفسك. في حاجات تزعلك، في حاجات تخسرك اصدقاء، في حاجات خسرتني اصدقاء. خلي بالك، لو انا بشخصا زي ما انت قلت لي او اتهمتني في البدايه، كنت طلعت مسكت الموقع ده عملت فيه، ومسكت الزميل ده عملت فيه، ومسكت رئيس الاتحاد ده عملت فيه. عارف انا عملت كده، قعدت 3 4 اسابيع ما اقولش اسمائهم بتوع اتحاد الكوره، ما اقولش اسماء. ده كان التجاهل وخلاص اللي انا عملته. ازاي يا كابتن شوبير، وارجوك تستحملني في هذا السؤال، انك في سؤال انا ما استحملتكش فيه؟ لا مفيش بصراحه، لا مفيش بصراحه. انه كابتن احمد شوبير بما له من مكانه كبيره عند الجمهور المصري
وايضا قامه اعلاميه ورياضيه كبيره اخرى زي كابتن مدحت شلبي، يحصل تراشق ما بينهم على الهواء مباشره والمدد تصل لاكثر من نص ساعه او ساعه؟ ازعل منك جدا. طب ايه؟ اراهنك لو انا تراشقت. قول لي. اراهنك لو انا تراشقت. لا انا مش عايزك تزعل، انا عايزك توضح لي. اراهنك جدا لو انا تراشقت، اراهنك جدا لو انا انزلقت، اراهنك لو انا قلت كلمه. ما حصلش تبادل الاتهامات؟ لا اتجاه واحد. ولا انت علقت خالص للاسف الشديد. اتجاه واحد للاسف الشديد. لانك انت كابتن شوبير مش من النوع اللي بتسيب حاجه زي كده. بس ما ينفعش توصل للمستوى. ليه بقى؟ ما ينفعش توصل للمستوى ده، انك ترد على اتهامات كنا مع بعض قبلها بيومين يا راجل، قاعدين مع بعض على ترابيزه واحده في فرح واحد وبنضحك وبنهزر. ده انا راجل عملت مداخله عشان اوضح للناس ان احنا علاقتنا كاعلاميين نتنافس نختلف نتفق، كل ده مطلوب، لكنه ساعه و10 عمال والله العظيم 3 ما اتفرجت. بس خلي بالك الناس بتقول لك يعني او واحد يتطوع يبعت لك يعني. لكن انا اصلا ما اتفرجتش عشان ارد، ومش هتفرج ومش هنزلق المستوى ده. فتقول لي تراشق، لا، هي المشكله ان الناس بتاخد الكلام ده. فانا مثلا اقول للناس اظبطوا معايا دقيقه. اذا اتتك مذمه من ناقص فتلك شهادات بانك كامل، يلا بينا. بس ده بيبقى ردي. بس لا تراشق ولا يحزنون. طب ما تكلموش مثلا تتعاتبوا؟ لا خلاص يعني ايه بعد حرق الزرع ما فيش جيره خلاص. يعني مش فلاح زينا. انت مش فلاح، انت من المنيل انا عارف. القطيعه في زرع في الفلاحين يقول لك ايه؟ بعد حرق الزرع ما فيش جيره، خلاص انتهى الموضوع، انتهى. مش كل اللي بيقولوا الفلاحين لازم يكون مظبوط. الفلاحين يعني والصعايده ناس محترمين قوي. انا ما قلتش ان هو مش محترمين. ما حدث ممكن في اطار الود والتسامح يحصل تسامح. لا ما عادش خلاص. يعني هي قطيعه كده خلاص. انتهى ما عادش خلاص. يعني احنا اول امبارح ما ينفعش. انت النهارده بتقول اعلامي كبير واسم كبير، ما ينفعش حد يقول لك روح بسك على ده ولا روح اهجم على ده ولا روح لا ما ينفعش. بس بسك دي يعني معناها مش حلو. انا اسف. هاجم ده. اسف اذا كان معناها مش حلو ده، بس ده المتدرج المتعارف ما بيننا في وسطنا، لكن انا متاسف. لكنه ما ينفعش اجري على شوبير هاجمه ولا اجري على مش عارف مين هاجمه ولا روح لمين هاجمه. لا ما ينفعش. يعني ليه ما ينفعش ان هو يكون مقتنع باللي هو بيقوله؟ يا ريت. ما هو الراي بيتغير تاني، يا ريت. ما هو انا في التلفزيون المصري هو احسن واحد التلفزيون المصري، في الاون هو لازم الاون، في مش عارف في المودرن هي مش عارف ايه، في الايه الكلام كله عكس بعضه. الناس بتنزل الحاجات دي. انا مش عايز اخش والله في قضايا فرعيه لانه عيب مش متهمش المشاهد في حاجه يعني. يعني لو عندي راي ثابت واضح واحد، ما انت بتقول لي احنا من 97 يا احمد جينا كان في خناقه ولا من 98، وان شاء الله بعد 10 سنين لما تلتقيني برضه هتلاقي في خلافات ومشاكل دايما. ده موجود. ليه؟ لان انت راجل عندك مبدا واحد، عندك اخطاء. انا قلت لك يا سيدي انا بغلط، وانا بقول لك انا ما بغلطش وبعتذر وبرفع ايدي. لكن انا امسك زميل ليا اقعد ساعه وربع وشتيمه وتطور، لا ما ينفعش. امر بالنسبه لي انا هنا بالنسبه لي الامر غير مقبول. يعني هل حضرتك كابتن شوبير شايف ان الاداء الاعلامي بتحكمه المصالح؟ ما هو حته هاجم فلان يعني انا ده معناها يعني مش انا اللي شايف، الناس كلها شايفه ده. او على الاقل من وجهه نظري ممكن اكون غلطان. طب المصالح بتحكمك انت كمان؟ لا والله خالص. الاداء الاعلامي لا تبحث عن مصلحتك. فين ده؟ لو ببحث عن مصلحتي ما انا بشتغل في برنامجين، برنامج في النيل الاستوديو تحليلي وبرنامج في الاذاعه. مش كده برضه؟ والمفروض هاخد اجر منهم في النيل وهاخد اجر في الاذاعه، تعرف عليها. طب كابتن شوبير كان ضيفي هنا في البرنامج في اول اسبوع الحقيقه لما رجعت البرنامج 90 دقيقه. كان نورته. ربنا يخليك كابتن شوبير. كان الكابتن حسام حسن. نعم. وكان كنت اشعر بانه في يعني انتوا كنتوا زملاء الامس. مش كنا هنفضل زملاء؟ ولا انا بتكلم على فريق منتخب مصر اللي مثلنا في كاس العالم في ايطاليا، وكان كابتن شوبير هو حارس مصر وحسام حسن مهاجم. تمام. راس الحربه. ومش اي مهاجم. ومش اي مهاجم. ده مهاجم سوبر طبعا. والنهارده اشعر بان بقيتم فرقاء. ليه؟ ده صحيح. ليه؟ بص يا معتز، انا اسف اقول لك معتز انت اخويا يعني. لا يا كابتن شوبير يعني بقول لك ايه، انت تقول لي زي ما انت ضيفي. ربنا يخليك. وبعدين احنا زمانه من زمان. حسام دايما عنده مشكله انه في حد ضده حتى لو كانوا زملاته. ومحدش حب حسام قد زملائه، عشان بس تبقى عارف. من غير ما اعدلك اسماء. في واحده من حاجاتي كده عشان اثبت له حسن نوايانا جميعا، كان اختاروا حسام حسن ضمن افضل 20 لعيب في تاريخ القاره الافريقيه. كويس. الخبر مر مرور الكرام كده في مصر ما حدش عمله. فقررت ان انا اعمل له حفل تكريم انا بقى شخصي بفلوسي.
يليق بحسام، وحطينا ابراهيم لانهم الاثنين دول ما اتعمل لهمش ماتش تكريم ولا ماتش اعتزال. واتعمل حفل كان من افضل من اجمل من اروع ما يكون، لدرجه ان هو نفسه بقى يجي يبوسني يحضني يقول لي انا مش متخيلك كده. وانا في الكلمه اللي انا قلتها قلت لهم احنا بنحبكم. والله العظيم بنحبهم، انا بحلف لك بالله العظيم. يعني انت عملت الحفل ده من جيب الشخصي، يعني محبه كده؟ والله ده اصل ده تاريخ. وحسام عارف الموضوع طبعا. عارف طبعا حسام وابراهيم ده تاريخ. حسام وابراهيم دول تاريخ في الكوره. مظبوط. تختلف معاه بقى وهو مدرب، لا بس دي حاجه ثانيه، ده موضوع تاني. ده تاريخ ما تقدر تتكلم عليه. لا انا بقول لك اهم لعيب في تاريخ الكره المصريه حسام حسن، اهم لعيب جابته مصر فعلا. طبعا الارقام بتقول كده. يعني اهم لعيب، كابتن الخطيب، اهم لعيب. بص وابو تريكه اهم لعيب في تاريخ مصر حسام حسن. تمام. هي نتائجه كده، هي اجوانه كده، هي بطولاته كده يا سيدي. هو كده، بطوله افريقيه، بطوله عربيه، تاهل لكاس عالم، تاهل مش عارف لايه، نجاحات ايه، هداف دوري ايه، هداف تاريخي لمصر، كل حاجه حسام حسن. التراكم كله طبيعي، ده طبيعي جدا. كويس. لكن تقول لي بقى اجمل لعيبه اقول لك الخطيب، تقول لي لعيب مهم اقول لك ابو تريكه، في حاجات كتيره. لكن اهم لعيب في تاريخ الكره المصريه حسام حسن. لكن انت النهارده يا حسام عندك اخطاء، وانت كمدرب، انا دوري ده شغلي، انا ناقد، انا بنقد، انا ناقل. لازم اقول لما تغلط اقول ان انت غلطان، ما ينفعش اجمل لك خطأك. وما ينفعش زملائنا اللي منهم الناس انت كنت بتتكلم عليهم قبل كده كان كله تجميله، لا ما ينفعش، لازم ده. حاجه تانية مهمه في القضيه الاخيره بتاعته، لما زميلي يدخل الحبس لا انا اتوجع جدا. فاقوم اشتغل واعمل حلقه 3 ساعات، واعمل راي عام، واجيب حازم امام، واجيب ميدو، واجيب احمد حسن، واجيب النجوم دي كلها على التليفون، واعمل اتصالات واعمل مشاورات واكلم ناس حنن القلب وفي الاخر يقولوا لي منك لله يا عم، بضحك يعني. الامور بدات تنفرج الحلقه، واعمل تليفونات واجيب حلقه 3 ساعات. وتاني يوم الحمد لله طبعا نواب بورسعيد، طبعا شعب اهل بورسعيد، طبعا الوسط الرياضي عملوا حقيقه دور بطولي جدا مع حسام حسن، واحنا عملنا هذا الدور. فلما يطلع الاخ ابراهيم يقول لك مش هنسيب حقنا منك يا شوبير، وهنعرف نوريك مش عارف ايه وايه 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 وايه, وإيه. يا راجل بدل ما تقول متشكرين يبقى رد فعلك كده. ليه بقى؟ لانه تاني يوم كانت في مباراه في كاس مصر، فكتبوا على الفلات لا تهدموا تاريخ مصر. قلت لهم لا ستوب، تاريخ مصر ماله ومال حسام حسن؟ كان ساعتها هو لا تهدموا تاريخ، كان خلاص القصه بتنتهي يعني. قلت لهم لا ستوب. ده انا كنت لسه اول امبارح عامل الحلقه. قلت لهم لا ستوب، ما ينفعش الكلام ده، لا في ليميت، في حدود. ادي القصه كلها. ما عجبتكش العباره؟ ما عجبتش مصر كلها، وكل الناس هجمتها، كل الناس انتقدتها. استاذ حسن السكاوي طلع زعلان جدا، ناس كتيره جدا طلعوا زعلانين، وكل النقاد كتبوا ده وانتقدوا ده. فانت تختار العبد لله اللي عمل حلقه 3 ساعات قلبت الراي العام كله، والحمد لله والشكر لله ساعدت ولو بجزء قد كده، بجزء قد كده. يعني فليقل خيرا او فليصمت. فانا قلت خيرا من فضل الله سبحانه وتعالى. الطبيعي جدا والله العظيم انا كنت منتظر انه حسام اول ما يطلع يقول لي متشكرين يا شوبير، او ابراهيم يقول لي متشكرين يا شوبير، مش يعمل حوار صفحه كلها شتيمه فيا. برضه اللي انا عملته ايه، خلي بالك، تجاهلت اسم ابراهيم في البرنامج، ما بقولش اسمه، بتكلم على حسام كمدير فني. انا اول امبارح عمل قصيده شعر في النادي المصري وادائه صوروا المركز الثالث، ده حقه. ده حقه هو. على المستوى الشخصي يزعل على المستوى المهني، يعني عشان ما تشخصنش المساله طبعا بقت محصوره المساله على النقد الاعلامي والراي الاعلامي الرياضي في اداء النادي المصري، دون بقى اسف يعني دون انك تتكلم عليه ومش هتغير وعلى سلوكياته هو شخصيا. لما يغلط هقول ده مخطئ، لما يعمل حاجه صح اقول ده حاجه صح. يعني دلوقتي هو ما شاء الله بيكسب بقاله 7 ماتشات، ده ريكورد. بس كابتن شوبير اعتقد ان التوأم شايف ان حضرتك بتعمل حمله ليه ضدهم، سؤال لمنعهم التعامل مع برنامجك. انا اللي هم اللي مانعين البرنامج، مش يعني لو انا مش غلطان لعيبه المصري البورسعيدي ما بيطلعوش معاك، والجهاز الفني على فكره هم اللي مدين القرار مش انا، هم اللي واخدين القرار. ما هو ده رد على النقد ولا حد ايه؟ حس بده في البرنامج عندي؟ ما يعني هو خسران على فكره. وهو ليه احنا بص يا معتز، احنا برنامج اعلامي هو الاول، البرنامج الاعلامي الرياضي الاول في مصر، اللي يطلع فيه هو شرف للبرنامج وشرف ليه. طب امال برنامج كابتن مدحت شلبي البرنامج الايه؟ انت بتكلمني على برنامجي فانا بقول لك برنامجي. ما هو ممكن هو يقول برضه ان هو حر. هو حر الاول. وخالد الغندور لا انا بكلمك على الاستفتاءات، انا بكلمك على راي عام، بكلمك على الاكثر تاثيرا. من فضل انا ما بجيبش حاجه من عندي. وحتى يا اخي انا شايف برنامجي كده،
تمام. يعني انا شايف برنامجي كده، كل واحد شايف نفسه كده، ما تزعلش. فهو مش عايز الناس تيجي، ما تجيش، عايز الناس تيجي تنور. اهلا وسهلا. انت فعلا طالبت كابتن مدحت شلبي بانه يعتزل المهنه دي؟ لا لسه ما طالبتوش كده؟ كان في تصريحات في مصراوي. خد مني دايما كده على الهوا، خد مني دايما. انا عندي من الشجاعه معاك، بس لسه دي معناها انك انت ممكن اطالب نفسي انا بالاعتزال. لا والله ما بهزر، وانا هعتزل في يوم من الايام. خلي بالك، انت فاكرك انا هكمل؟ امال ايه؟ هعتزل في وقت من الاوقات، هعتزل، هبطل. لا اقعد بقى لاولادي واحفادي واستمتع بحياتي وكده. انا افضل كل يوم في الخناقه دي؟ طب وليه؟ خلاص، طالما بتحب مهنتك ومقتنع بيها. بس في وقت هتيجي توصل تقول خلاص سيلينج، السقف بتاعك وصل كده، خلاص الموضوع ده على فكره. فلما هقول له اعتزل هتبقى نصيحه من القلب. لا الحضري انما ما قلتش كابتن مدحت شلبي يعتزل. واقول له ليه اعتزل دلوقتي؟ انا مالي، الناس اللي تقول بس شايفاك كويس خلاص، لانه كان في تصريحات اتنقلت يعني ربما. خد مني دايما. تمام. خد من الفيس، خد من الوش، تاخد من الاخبار من مصادرها. عشان كده ما بحبش اعمل احاديث صحفيه ابدا. بطلت انت لانها طبعا لانه في ناس امنه جدا جدا جدا، وفي ناس بتقول لك عناوين وموضوعات غير اللي حصل. خد من مقالاتي، انا بكتب مقال اسبوعي في المصري اليوم ومقال اسبوعي في الفجر، خد منه. ده كلام انا ده من زمان مش من دلوقتي. الحمد لله. خد مني انا، لكن ما تقول يعني لك اي حوار لكابتن شوبير مع اي موقع او مع اي صحفي لازم يتسجل، نحتاط منه، لازم يتسجل احنا واحنا بنقراه لازم يتسجل. لازم انا حتى اي حوار مع اي موقع بعمله بالصوت والصوره. بقيت اترعب من الورقه والقلم. طيب، كأسوأ مدرب. من يفوز بالدوري العام؟ شوف، هو الاهلي في حاله جيده، بس الزمالك عادي. يعني النهارده فوزوا على الاتحاد السكندري، طبعا ما اتفرجتش على المباراه عشان كنت مع حضرتك. بس فوز الاتحاد السكندري 2-0 اظن. عاد من جديد. المقصه الحقيقه يعني يقلق، لانه نتائجه كويسه ومدرب كويس ومجلس اداره نادي محترم قوي وجماهير محترمه. بس تظل المنافسه ما بين الاهلي والزمالك، ما تقدرش تجزم يعني. المنافسه لسه موجوده. طبعا ما بين فوز الزمالك مباراتين 3 ورا بعض فرق جدا معه. ولو فاز يعني سيبك من مباراه الاهلي، يعني لو فاز المباراه الاخيره قبل النادي الاهلي، وحتى لو تعادل مع النادي الاهلي، تقول انه لا، المنافسه هتظل. فاضل كتير جدا، فاضل 17 18 مباراه. طيب، كابتن عصام الحضري يحرس عرين المنتخب المصري في افريقيا؟ شوف، الحقيقه انا كنت مش مصدق عوده عصام اللي عمله في مباراه الكونغو وغانا الحقيقه، وفي الكونغو سعيد جدا بيه الحقيقه، لانه غير مصدق، لانه عصام في يناير رجع 44 سنه. ما شاء الله. ما بس شاء الله. الحقيقه هو لما رجع في النادي مستواه قليل جدا، وانا بنصحه كحارس مرمى بقى، وبنصح مش بنصح، بهمس في ودن كابتننا الكبير كابتن فكري صالح انه عصام يتمرن نص ساعه في اليوم جري كده، ويلعب دايره وياخد اوفرين ويطلع بس كده. طبعا مش حمل هبد ورزع ولا خلاص. ما يقدرش يا عيني، ما يقدرش يستحمل. انت عارف النهارده انا مستني على حرم الجمر مباراه ملاكمه بين هوبنيكس، ده عنده 51 سنه ونفسه عنده 27 سنه. طب ازاي ده؟ فمستني ده فوق ال 50 ده هيحصل فيهم ايه ده؟ فعصام جسمه ما عادش يستحمل. ممكن على فكره في التمرين يأدي ويبان، لكنه في النهايه يروح مهدود تعبان يعني. الاختيار هيبقى للمدرب. بس الحقيقه لازم اقول ان شريف اكرامي في احسن حالاته، انه ويستحق التحيه والتقدير، لانه اعاد نفسه من جديد بعد ما الناس رهنت انه بره. احمد الشناوي اعاد نفسه من جديد. عصام الحضري عشان يبقى حارس اساسي محتاج الفتره اللي جايه يعيد النظام بتاع تمرينه ويوفق في ماتشات الدوري العام. ممكن شويه يعني قبل ما نختم، مش عايز اختم مع كابتن شوبير، ممكن اقعد معاك ساعتين كمان. متشرف بيك يا بصراحه، بس انا عارف ان انت وراك برضو برامجك. ممكن رساله لكابتن خالد الغندور، ولا في برضو خالص؟ بص، انتوا صحاب ولا لا؟ انا راهنك برضو. انه برضو هات لي حلقه انا هاجمته ولا مره. بقول لك اراهنك. طيب كويس. امال ليه في يعني في بقى 300 حلقه او 350 حلقه كلها هجوم عليا؟ مش عارف ليه. وانا والله ما عارف يعني، انا شخصيا مش عارف. يعني بتقابلوا بعض، بتقعدوا مع بعض؟ لا، ما بنشوفش بعض يعني، بنشوف بعض نسلم على بعض يعني، لكنه انا مش عارف يعني. بتوجه رساله له؟ لا، ما فيش رسائل. ما هو اصله رساله، ما هو انا بس يعني انا الحقيقه هو الامر مش مفهوم يعني بالنسبه لي. ماشي. يعني تعمل سكريبت واعمل حلقاتك هتنجح اكتر يعني. تمام كويس. تحب توجه رساله للكابتن مدحت شلبي؟ لا خلاص، خلصت الحكايه. الموضوع خلص. لا، خلصت الحكايه بالنسبه لي، لان احنا كنا قبلها بيومين قاعدين مع بعض. خلصت الحكايه. قاعدين مع بعض في جلسه يا راجل، قاعدين في فرح، قاعدين في فرح بنت محمد بالامين، وقاعدين بنضحك وزوجته. جلسه وديه بقول لك في فرح. تمام. عمال يغني. لا، ما هو مش شرط الواحد يقعد في فرح، ممكن مع بعض وايدينا في ايد بعض وعامل مداخله تليفونات. لا، خلصت الحكايه بجد.
تمام. الامر بالنسبه لي لا، الامر كان مؤلم جدا جدا ومستعجب ومستغرب واندهاش وكل يعني. مثلا على النقيض مثلا اقول لك سيف زاهر مثلا، حبيبي جدا. كريم شحاته حبيبي جدا. ابراهيم عبد الجواد حبيبي جدا. يعني كل دول اخواتي في المجال وابنائي واصدقائي. ليه مشاكل؟ ليه؟ خلي بالك يعني يمكن ماليش فضل عليهم. انا ما احبش اقول انا عملت ايه مع الناس اللي حضرتك بتقول عليها قبل كده، لكنه في ناس شديده الرقي حتى على فكره ممكن ينقدك، بس في رقي، في زماله. عارف يعني ايه في زماله؟ طبعا الناس ناسيه الزماله. في ابجديات المهنه على الاقل. في زماله يا اخي، في زماله. ايه ده انتوا ناسيين ليه الزماله دي؟ ناسيين ليه الابجديات دي؟ ناسيين ان احنا هنتقابل مع بعض بعد كده يعني. خلي بالك ان انا هحاور كل الناس دي، هقول لهم طبعا شوبير عمل معاكم ايه؟ هات الكلام، هات بس جيب لي يعني ايه، يجيب لي مقاطع يعني. قول له يجيب لي مقاطع، يبقى في دعم. جيب لي مقطع بالاسم لاي يعني شيء او انا قلت مثلا فلان الفلاني كذا، او هات لي مقطع بالاسم. تمام. هيقول لك بقى رمى عليا مش رمى عليا، لا هات لي مقطع بالاسم، انا قلت كذا، انا قلت هات لي مقطع بالاسم وانا جاهز. طب كابتن شوبير، مش عارف السؤال ده ينفع ولا لا، كل حاجه حضرتك شايف مين افضل لعيب في مصر حاليا؟ عبد الله السعيد، حسام غالي. فعلا؟ طبعا. مش محتاجه يعني دي السؤال ما تجاوبش عليه. يعني مش محمد صلاح؟ لا، محمد صلاح بره مصر. افضل لعيب مصري محمد صلاح، في مصر عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. عبد الله السعيد وحسام غالي. انا بحب حسام غالي، بس عبد الله السعيد ما اخترتش حد من الزمالك ليه يا كابتن شوبير؟ لانه هو حتى جمهور الزمالك برضو لازم تلاغيه. لا مالهاش علاقه بالملاغيه والله، لكن انا على فكره ده رايك انت. يعني انا في فرح باسم قعدت ساعتين، انا ما بقعدش في افراحها يعني. شيكابالا في فرح بنتي قعد 3 ساعات يعني. انا بحب شيكابالا جدا، افضل لعيب في الزمالك شيكابالا من وجهه نظري. لا ده كمان حريف قوي. لا وبني ادم جميل، الناس ما تعرفش شيكابالا. طبعا شيكابالا ده طيب قوي، بافته بيضه. ده بني ادم دانوبي اصلي، مصري. صحيح. مصري جميل، ولو كان بس ترجلش شويه كان بقى من احسن لعيبه العالم. انا شفت شيكابالا في اليونان كانوا بيعشقوه هناك. لا طبعا بس هو مستعجل يعني شويه. صحيح.